مش 5 مع بعض. السلايد ديت كده هي الخلاصه بتاعتها، هو بيبقى عباره عن ايه؟ ان هو بيديني الار وبيديني الان. طيب انا دلوقتي بجيب ايه؟ بيبقى ايه المطلوب مني؟ ان انا اجيب الفيرتكس اللي عندي. يعني مثلا انا لو مديك ان ب5، هتبقى الفيرتكس اخر فيرتكس عندك بكام؟ هتبقى اكس 4 واي 4. طيب انا بحسب اصلا الاكس يساوي الواي ازاي؟ تبقى عباره عن الاكس والواي دي بتبقى ار كوزين ثيتا ار ساين ثيتا. الاكس بتبقى هي الار كوزين ثيتا، والواي دي بتبقى هي الار ساين ثيتا. تمام. طب انا ثيتا اصلا بحسبها ازاي؟ بتبقى الاتنين باي على الان. يعني الاتنين باي دي، الباي دي بتبقى 180، يبقى 2 باي ب 360. الان دي انا بقى مديك الان ب5، تبقى 360 على 5. الاي بقى، الاي دي انا بعمل فيها ايه؟ الاي دي مثلا لو بجيب اكس 0 واي 0، هتبقى الاي بزيرو، يعني مساحتك بزيرو اصلا. طيب انا دلوقتي لو اكس 1 واي 1، هتبقى الاي دي بتاعتي بواحد. تمام. هتوضح معانا في الاسئله بتاعت البورد اللي الدكتور عاملها. انا هنا لك عشان لو عايز اعمل ترانسليت، فهتضيف اكس سي واي سي على الاكس مثلا واحد والواي واحد وهكذا. يعني كل اكس انت وكل واي انت جبتها بتضيف عليها الحته دي. طب عشان اعمل سكيل بتتشينج الار، تغير الار دي، بتصغره بتكبره، انت كده بتعمل سكيل. طب انا لو عايز اعمل روتيت، انت بقى بتضيف سيتا على السيتا اللي انت جبتها. تمام. كل دوت يعني هيوضح معانا. طيب انا دلوقتي بقول لك مثلا انا هنا دلوقتي عايز اعمل سكيلينج. السكيلينج دوت انت بتعدل في حاجتين، بتعدل في البوزيشن وفي السايز والبوزيشن بتاع الاوبجكت. تمام. الشكل بتاعي بيبقى كده، انت بتسكيل فهتحط هنا اس اكس اس واي. يعني عشان برضو ما بتحفظش، فهتعمل ايه؟ دلوقتي هتبقى الاس اكس دوت في الاكس ده، والاس واي دوت هيبقى في الواي. يعني ادي كده دوت معادلة السكيل هنا. فبتبقى بالشكل ده، بتحط على القطر الرئيسي اس اكس اس واي. تمام. لو هعمل روتيشن بقى، بتغير في البوزيشن والاورينت اهو. الروتيشن بتغير في البوزيشن والاورينتيشن. تمام لكل واحده. طيب بيبقى ازاي؟ احفظها كده بقى، كوزاين كوزاين ساين سالب ساين. ولما هنيجي في الواي هوضحها لك برضه بتبقى ازاي. تمام. دوت اثبات الروتيشن، مش مهم يعني، مش مهم قصدي. ترانسليشن دوت انت بتحرك الاوبجكت اللي عندك، بتضيف على الاكس تي اكس وبتضيف هنا التي واي. بس كده دوت كده هيبقى الماتريكس بتاعتنا النهائيه. مثلا لو عايز اعمل ترانسليت، فانت بتضيف على اكس. يعني بص كده عشان برضه تحفظ دوت هيتعمل ازاي. الصف ده في العمود ده، فهيبقى زائد 0 واي، يعني 0 زائد تي اكس، فبتطلع اكس زائد تي اكس. هنا هتطلع واي زائد تي واي. فانت بتيجي جاي في الترانسليت بتحط هنا كده تي اكس تي واي. تمام. السكيل هنا زي ما قلت لك اس اكس اس واي. وهنا كده لو طول ما انت روتيشن عادي اكس واي، فانت بتيجي العاديه بتاعتنا هنا كده كوزين كوزين ساين سالب ساين. دوت بالنسبه للمحاضره. تعالى نخش في البورد الدنيا معانا اكتر. انا مديك 5، اجيب القلم. دلوقتي 5 جن وار ب40. تمام. 5 جن دوت يعني الان بتاعتي ب5. طيب بعمل ايه؟ اكس 0 واي 0 هتبقى ار كوزين الزيرو دي جت ازاي؟ القانون هنا بس الاول، اكس اي واي اي ده ار كوزين سيتا اي ار ساين سيتا. احنا شرحناها هناك، اللي هي 2 باي على الان في الاي. الاي دي مثلا انا هنا 0 هتبقى اي بزيرو، انا هنا 1 هتبقى الاي بتاعتي ب1. بص كده 5 جن يبقى انا اخري 4. طيب انت لو احسب بقى بالآلة. تمام. هتقول لي ال 360 على الخمسة في الزيرو هتطلع زيرو. هنا 360 على الخمسة في واحد هتطلع ب72. هنا بقى تبقى الاي بتاعتك في 2. هنا الاي بتاعتك ب3. هنا الاي بتاعتك ب4. وتمشيها هكذا. تمام. طيب انا دلوقتي هنا هيطلع معايا كسور. يعني انا دلوقتي مثلا هنا هيطلع معاك رقم عادي. يعني جرب بايدك. تمام. هنا لما تيجي تحسب، بس انت بتقرب لأقرب رقم صحيح، مش بتسيبه كسر او بتقربه بكسر. تمام. بتقرب لأقرب رقم صحيح. بس يعني تحسبها بالمباشر. تمام. هنا هتيجي بقى 5 جن نفس السؤال، بس بقول لك عايزه ترانسليت باي 30 20. تمام. يعني انت هتضيف 30 20. فانا مثلا اكس 0 واي 0 طلعت معايا ب 40 وصفر، يبقى انت ترانسليت ب 30 و20. يبقى على 40 دي 30 وهنا 20، هتبقى عباره عن 70 و20. تمام. هنا برضو على الاكس 1 واي 1 بنفس الكلام، بتضيف على 30 20. تيجي هنا كده 5 جن ار 40 هتروتيت بقى بواسطه ال 30 دي. تمام. انا جبت الزاويه بتاعتي خلاص بزيرو. هنا جبت الزاويه بتاعتي مثلا ب 72، بتضيف عليها ال 30. تمام. يعني هنا جبت الزاويه بتاعتي ب 144، ضيف عليها ال 30. تمام. وهتحسب برضو عادي، تطلع النواتج بتاعتك عادي، ما فيهاش اي مشكله. طب انا دلوقتي بقول لك سكيل باي 150. انا عايز اعمل سكيل ببساطه 150. احنا قلنا لما بنعمل سكيل انا بغير الار. تمام. فهتاخد الار بتاعتك هتضربها في ال 160، هتعوض بقى بال60 دي وتشتغل الباقي معاك عادي. يعني زي ما كنا شغالين هتعوض بال60 دي عادي.
طب انا هنا بقول لك اوجد لي 5 جان ار ب 40، ثم ماذا انا اعمل، يعني انا اعمل ايه عشان خاطر اعمل سكيل ب 150%. يعني انا هنا مش هحسب تاني بقى اكس واحد واي واحد والكلام ده كله، لا انا بس هقول له الار بتاعتي بكام. انت هنا هتحسب نفس الحسابات اللي احنا عملناها فوق اول مسألة خالص، وبعد كده هتحسب له الار دي اللي هتبقى 40% و50%، هتطلع معاك ب60. نيجي للملخص. كان في نقطة عايز برضه اقول عليها. ايوه هنا ديت السؤال ده جابه في امتحان الميد. تمام. هنا بيقول لك 5 جان ار ب 40 هنا عشان تسكيل انكريز باي. انا هنا بقول لك انكريز باي، لكن هنا كنت بقول لك ايه، سكيل باي. تمام. اما اقول لك انكريز باي، انت هتضرب الار بتاعتك ال 40%، الناتج هيطلع هتضيف عليه ال 40، يعني هيبقى الار بتاعتك في الاخر ب 100 وتشتغل عادي تعوض عادي. تمام. هنا برضه نقطة في الملخص وضحها، تقول لك كده احنا خلينا كل الماتريكس بتاعتها تبقى 3 في 3 عشان لما نيجي نضربهم في بعض بيبقى الماتريكس زي بعضيهم. طب الاوبجكت 2 دي دوت، يعني لو الاوبجكت عندك 2 دي تبقى الماتريكس بتاعتك 3 في 3. طب لو كان الاوبجكت 3 دي هتبقى 4 في 4 عشان انت زد، عشان يعني انا ضفت زد. تمام. وبتضيف اللي هو ال 0 0 1 1، قصدي 0 0 1 0 0 اللي هو الصف والعمود دوت العادي. تمام. بس كده يعني دي المحاضرة الخامسة ببساطة.